يعني حقيقة يعني أسوأ أحوال عند الإنسان هي أحوال الكفار. الكفر تعيس، كفر تعيس جدا. ولذلك كل الكفار وبدون استثناء واللي بغى يدرس هذه الظاهرة الاجتماعية يمشي يدرسها كي يتناولوا مخدرات من شتى الأنواع. ماشي المخدرات يعني هذيك اللي يضروا الحبوب ولا الحشيش، من غير هذا الشيء. وراه هما اللي مبليين به أكثر من المسلمين. لكن عندهم واحد نوع آخر من المخدرات هو التمتع باللذة. مفهوم اللذة هذه فلسفة دابا كاينه في أوروبا وفي أمريكا. مفهوم اللذة هي واحد النوع ديال التخدير باش ينسى العذاب النفسي ديالو، ديال القلق ديال الموت. يعني اليهودي ولا النصراني لا يحب أن يتذكر آخرته ولا يحب أن يتذكر الموت. ولذلك كثير منهم سبحان الله العظيم واحد الظاهرة عجيبة جدا، أنه كيوصلوا واحد السن معينة كيبداو ينتحروا. علاش؟ ما مستعدينش يشرفوا، كيكره يشرف، ما عنده ما يدير بها. يعني يعيش مع حد شاب ملي يشوف راسه بدا يتكمش كيكره نفسه ويضيق ينتحر. أما يعني الشيء العجيب جدا أنه يعني يتسلى. شوف سبحان الله كتلقاه كيضحك باش ينسى الموت. ولذلك يتمتع ويتجول ويدير جميع أنواع المتع، يعني لا شعوريا كيبغي ينسى الحقيقة ديال الفناء. المؤمن والحمد لله كتولي الموت عنده متعة، وهذا هو الشيء العجيب. النقائض تجتمع في دين الإسلام. النقائض الأشياء مضادة الموت اللي هي الفناء كتولي راحة عند المؤمن أنه كيعيش بها. عقيدة اليوم الآخر عندنا راحة، جمال. شت الموت كتولي جمال، عقيدة عندها جمال في حياة الإنسان المؤمن، أنه كيعرف كاين الموت. ولذلك كيعيش الحياة ديالو متوازنة، يعيش الحياة متوازنة وكيعيش بالراحة. لأنه حقيقة لكل ما كايناش الموت راه مشكل كبير جدا. يعني كل شيء غادي يولي قاطع طريق. ولذلك يعني الناس عندهم سكينة وعندهم أمن، يعني كيتمتعوا بالأمن الروحي بسبب الإيمان. لأنه حتى لما لقى الحساب ديالو هنا مزيان كيعرف راه كاين الحساب في الآخرة. ما قدرش يوصل لواحد الظالم أنه يقتص منه، كيقول كاين الله، كندعيه ليه وعنده اليقين بأن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. كيقول كاين الله والحمد لله. الناس المغاربة كيقول الحمد لله على الموت. والحمد هو إحساس بالنعمة. علاش كتحمد؟ إحساس بالنعمة. الموت نعمة، نعم نعمة. هي مصيبة في الحديث، لكن باعتبار باعتبار الفراق. مصيبة الموت لأنها فراق. أما الحقيقة القدرية ديالها رحمة. الموت رحمة، وما أمات الله عبدا مؤمنا إلا برحمة منه جل وعلا. واليهود يكرهونها، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، لأن الميزان مقلوب. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يعني الحياة الجميلة التي يعيشها المؤمن هو أنه يعتقد بأنه يموت مرة واحدة ويحيا أبدا، ما عمره ما يعود يموت. فالمؤمن إذن حينما يعتقد جازما بأنه يعيش الحياة الهنيئة الرغيدة بعد الموت، يعيش متمتعا في الدنيا غير معقد من الموت. الموت عنده مصيبة من حيث هي فراق، لكن ما معقدش منها. ما عندناش عقدة سميتها الموت. عند الكفار هذه عقدة فعلا، عند اليهود وعند الكفار وعند المشركين هذاك مرض ديالهم. لكن لا يكون عند المسلم إلا إذا أصيب بالعقيدة العجلية.